أصعب الأسئلة اللي ممكن يتعرض لهم أي إنسان هو أنه يسأل السؤال هذا: أنا بابا شكون وأنا أمي شكون؟ قد يعجز الإنسان في أنه يلقى أم وأبوه الحقيقيين، يفركس، يبحث، أعصابه تتحطم وما يوصلش إلى أي نتيجة. يجينا في برنامج عندي ما نقول لك على أمل أنه يلقى أمه وإلا بوه. في هذا السياق نستقبل مباشرة صديقنا أحمد. هاي يا أحمد، مرحبا بك أحمد. هاي سياق، مرحبا بك سيدي. مرحبا يا أحمد. عايشك صاحبي. مرحبا بك أحمد. عايشك صاحبي. أحمد، حتى نتعرف على حكايتك أكثر مباشرة تشاهد معايا هذا التقرير. طب هذا أحمد عمره 18 سنة، حل عينيه في مدينة ماتر وين عاش بين أمه فاطمة وأبوها حسن. عاش معزز مدلل، أما الأيام اللي ضحكت له دارت عليه وجرحته. وقت اللي كان عمره 5 سنين توفات أمه وأخذ أبوه مرة ثانية. وقت اللي ولا عمره 11 سنة سمع أحمد أنه الطفل متبني وأنه فاطمة وحسن ما همش والديه الحقيقيين. الحقيقة وجعته وقرر أنه يواجه بها أبوه اللي بدموعه أنكرها وأكد له أنه هو ولده الحقيقي وأنه عمره ما يستغنى عليه. الثقة رجعت لأحمد وكمل حياته، لكن بعد بعام توفى أبو أحمد وخليه بين عائلة رفضت أنها تستقبله وتتلهي بيه، ولقى أحمد روحه في الشارع. والخير اللي ما لقاهش أحمد في عائلته لقاه عن جارتهم اللي عطفت عليه وعاونته باش يعرف الحقيقة اللي ما صدق أنه نساها. أحمد طلع بالحق طفل متبني، والجرح اللي بدا يبرى عاود تحل. الوجيعة رجعت ورجع معها الأمل لأحمد أنه يلقى أبوه وأمه البيولوجيين، يلقى عائلة يعيش معاها، يلقى دار تحميه من الدنيا اللي ظلمته برشا وخليته يتنقل من بلاصة لبلاصة وهو يلوج على أمه. أحمد اليوم تعب وماذا به يرتاح، إذاك علاش جانا البرنامج عندي ما نقولك حب يلقى أمه الحقيقية باش يرتاح من الوجيعة اللي عذبته سنين. مرحبا بك أحمد مجددا. أحمد، كيفاش عرفت أنك طفل متبني؟ والله كي تصير أي مشكلة في الدار معناها يعايروني بكلام خايب. كيفاش؟ شكون يقول لك؟ مرت عمي، مرت بابا. معناها بابا وصل ما عادش يشوف بعينيه من الكلام هذا، معناها يسمعهم كيفاش يقولوا لي هكا، يتغشش برشا، تنقط برشا مرات. على أي حاجة معناها ديما يا ولد يا أطفال بورقيبة، ما ديما تسمع كان الكلمة الخايبة. ما ايش حير الحكاية؟ ما نعرفش، أنا شفت روحي عائلتي كل مطرية من ماتر. أنا بركة معناها في دارنا مولود في بلاصة بعيدة في النفيذة في سويسرا. هذايا المؤشر اللي استغربت له. هذايا استغربت له أنا. مشيت نسأل معناها في راجل عمتي، قلت له يا عم منصف كيفاش معناها دارنا الكل مطرية، مولودين في ماتر وفي منزل بورقيبة، وأنا مولود في النفيذة. قال لي والله ما نعرفش. من بعد بريود رجع لي قال لي راي امك جابتك من سبيطار النفيذة. قبل ما نوصل لهذايا، بوك وامك اللي رباوك خاصة بوك ما حكى لك حتى شيء؟ ما حكاليش وما حسسنيش. وقت اللي توفى بوك تقلبوا عليك يظهر لي الناس اللي كنت حتى من قبل ما يتوفى بابا هما ما همش باهيين معايا، سورتو مرت بابا ومرت عمي. فهمني؟ اي مرت عمي تو انا نروح باش نرقد في الليل، نروح للدار كان باش نرقد هكا، نروح باش نرقد في الليل نلقى الدجاج في البيت والعليلش في البيت، وبيت مسخه برشا فيها جرابه. فهمني؟ هذه تبت فيها انت؟ اللي نبات فيها انا. قداش من عام بت على في نفس الحكايه؟ في الشتاء نبات غاديكا وفي الصيف نخرج معناها. والاخرين يباتوا عادي في بيوتهم وامورهم واضحه. فهمني؟ يعني فما فرق في التربيه، فما تمييز في التربيه، تمييز في العيش باين. التمييز باين. هذا انت فهمتوا وقتها علاش انت يقع التعامل معاك بالطريقه هذه وبالاسلوب هذا؟ على خاطرني مانيش ولدهم. باهي. شكون كشف لك الحقيقه وقال لك اللي انت ماكش ولده؟ عندي جارتنا ذي تخليني في الصيف معناها كي تسخن الدنيا نبات فوق السطح. فهمني؟ ديجا هي توا مسكنتني. عندها بيت زايده في الدار مسكنتني فيها.
هي قالت لي كي شافتني مانيش اموري ما هيش راك حاجه. قالت لي من بعد ما توفى بابا، قالت لي يا احمد راهو عم حسن وفاطمه جابوك من سبيطار النفيذه وهذاك اللي نعرفه. يعني لقيت، يعني تصرفت في انك لقيت اسم امك بوسائلك الخاصه. هيك. باهي هي ومن بعد خذيت اسم امي، هبطت من ماطر للنفيذه بالستوبات. بت غاديك 3 ايام. انا لا واش حبيت نطلع لها مضمون، قال لي مادام ما عندكش الداد نيسونس نتاعها ما نجمش تطلع لك مضمون. بقيت غاديك ومن بعديش روحت رجعت هنا جيت البرنامج عندي ما نقول لك. يعني ما حاولت انك تلقاها ما نجمتش؟ ما نجمتش، بقيت برشا ندور. باهي انت جيتنا الليله تحب تتقابل انت وامك الحقيقيه لاول مره في حياتك، هكا ولا؟ صحيح. زعما امك في اعتقادك مستعده باش تتقابل معاك؟ والله ما نعرفش انا. ما نعرفش عليها، ما نعرفش. انا ما نعرفش، نعرف حاجه هاكا انا نعرفها هكا هاو. ايش تحب تقول لها لو كان جات؟ علاش لوحدي؟ هذا اذا كان لوحدك احنا ما نعرفوش، ما نسبقوش الاحداث. علاش خليتني هذا سؤالك، هذا سؤال مقلقك برشا. هذايا من حقك يا سيدي، وان شاء الله نتمكن الليله في برنامج عندي ما نقول لك انه نطفيوا لك نارك ونجيبوا لك امك الحقيقيه وتقول لك الاجابه على سؤالك الكبير هذايا الليله في برنامج عندي ما نقول لك. ان شاء الله. سي احمد، يا البرنامج عندي ما نقول لك اكتشف بعد سنوات انه العائله اللي كان عايش معاها ما همش عائلته الحقيقيين، ما هوش بوه وما هيش امه اللي يعتبرها هي مرت بوه. ايضا اكتشف بما لا يدع مجال للشك انه عنده امه حقيقيه. جاء الليله في برنامج عندي ما نقول لك ويحب يطرح عليها سؤال في اعتقادي سؤال كبير، سؤال مهم في حياته. يحب يعرف روحه اولا هو ولد شكون، اصله فصله. مباشرة اللحظات الحاسمة مع الزميلة مروة. مساء الخير. مساء الخير علي. يا مروة. علي بحذية مدام لطيفة. مرحبا بك مدام لطيفة في برنامج عندي ما نقولك. جيتنا من تسكرية تبع ولاية بنزرت هكا وليه. مدام لطيفة متزوجة عندها 4 صغيرات، متعلقة بصغارها ياسر اللي هي بيهم تقري فيهم بالكدا وفرحانة اللي هما قرايين هكا ولا ليه لطيفة. بنتك اسماء قلت لي شنو تواجه؟ دوزيام اني انفورماتيك. وانت فرحانة اللي هي قلت لي عملت انفورماتيك؟ هيا ربي نجحها وربي يوفقها. به عندك شي فكرة شكون اللي مستدعيك البرنامج؟ لا. به انت خايفة شوية، نخليك تمشي بحدة عليه وشوف شكون مستدعيك. فما شايرة. مرحبا بك. بيك عايشة. اهلا بلطيفه. مرحبا بك ليلى. مرحبا بك. تفضل مدام. تفضل. مرحبا بك لطيفه في برنامج عندي ما نقول لك. بيك عايش. شنو احوالك؟ نعرفيك مفجوعه شوي. مفجوعه برشا. علاش؟ على خاطر باهي 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 من غير ما نفسر لك. استنى ما نسبقوش الاحداث. بالك شي اللي جيت عليه ماهوش هو ولا ماهيش هي، بالك شي حد ما نعرفوش شكون. ما عنديش حتى ما عندكش انت ما حد؟ عنديش حتى فكره اخرى. يعني اما في الموضوع هذاك في ذهنك حاجه. في ذهني حاجه. شوف معايا على شاشه التلفزيون شكون اللي طلبتك والا اللي طلبك في برنامج عندي ما قلت لك. نظن اللي هو كاين هكا. هو
سامحني 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 بابا. سامحني. مروان معي. مروان. اسمي احمد. مروان. شو اسمك؟ احمد. احمد. تشرفي يا احمد يا ولدي. وبيك. علاش سامحني بابا. علاش مروان قلت؟ انا مسميته مروان. ها عرفت اسمي مروان. عرفت اسمك مروان. انا مسميتك اسمك مروان. من اللي خزرت له عرفته. عرفته شبهتي دم يلبس. ما تبكيش، جبت راجل راه. ما ربيتوش ولدتو بركة، ما جبت راجل راه. عايشك يا بابا، عايشك يا بابا. سامحني راجل ونص. سامحني يا بابا. مدام كيفاش علاش الوليد هذايا ما ترباش في حضنك هال 18 سنه هذوما الكل؟ 20 محسوب. 20 محسوب. علاش ما ترباش في حضنك الوليد هذا؟ انا ما ربيتوش في حضني. كيما نحكي لكش القصه احسن. شو اللي هو باش يعرف؟ اما انا بربي يحكي بجارب. خلنا نعرف علاش. خليه يعرف. يعني انا كي نحكي الوضعيه وكل شيء يعني ما تسجلش الكل، خاطر انا نوع واحتراما لرغبة السيدة لطيفة مش باش نبثوا لكم تفاصيل الظروف اللي لزتها باش ما تخليش ولدها عندها واللي كانت ظروف صعيبة برشا. أحمد بابا جيت تفركس القناة موجودة فما اللي يقعد حياته كاملة مقهور ما يعرفش أمه وما يعرفش بوه. سي علي تعبت برشا عمليهم. هاي ثمرة التعب متاعك الليلة. هاو اليوم هاي ثمرة التعب متاعك. ثم بداية، هات نبداو بالمرحلة الأولى. هاي الأم. أحمد يا أحمد لازمك تستوعب بالشوية يا أحمد. وراسك أنت كلنا لهنا في الاستوديو فرحانين، بلاتو كامل فرحانين اللي لقينا لك أمك باش تحضنك لأول مرة وتعوض لك الحنان اللي ما لقيتوش في صغرك الكل. أحمد الليلة باش تقول لأول مرة أمي.